من بداية القنوات الخاصة عام 2005 مع قناة حنبال، والقنوات التونسية بدأت تكبر. قناة نسمة عام 2007، حوار في 2011، والتاسعة 2015. ومع زيادة البرامج بشوي بشوي زاد معها عدد المنشطين التوانسة اللي كان شهرهم في البدايات نجيب الخطاب. ومن عام 2005 لعام 2025 ظهرت برشا برامج ناجحة في تونس ضربت وتصدر ترتيب المشاهدات، كيما برنامج العباس مع نوفل الورداني، مسامح كريم مع عبد الرزاق الشابي، والوحش مع سمير الروافي. واللي خلى البرامج هذه تتصدر كان بسبب الفكرة العامة ليها والمواضيع اللي تحكي عليهم، واهم حاجه المنشط اللي قدم فيهم. واليوم باش نحكيو على مجموعه من المنشطين التوانسه ونعرفوا سبب نجاح برامج. واحد من أقوى البرامج اللي عرضت في تونس كان برنامج مسامح كريم اللي تعرض عام 2005 على قناة حنبال. مسامح كريم تعرف تأثيره المشاكل الاجتماعية للتوانسة. برنامج طول عرضه جاب شخصيات مختلفة في المشاكل، ضحايا عنف، تضييق، اغتصاب، تحايل وبرشا حالات غير عادية. القدم في البرنامج هذا كان عبد الرزاق الشابي. طول البرنامج معروف حنيته وتعاطفه مع الضيوف، الشيء اللي كبر القاعدة الجماهيرية نتاعو عند الجمهور. المنشط عبد الرزاق الشابي، عبد الرزاق حنين وحساس برشا ويتأثر لين يبكي ساعات. هذاك علاش اخترنا له زوز حالات. الحالة الأولى بنية تضرب في أمها، وكي العادة كان رزوقها تلقائي وسأل الأم وبنتها سؤال خطير. فكرة البرنامج انه يجيب طرفين متخاصمين لاسباب معينة ويحاول يقنعهم انهم يتصالحوا، يعني من الاخر هو يصلح في العلاقات. البرنامج على قد ما كان ناجح قد ما كان مستفز. فكرة انه الضيوف يحكيوا مسائل خاصة وحساسة ما تتقالش تقرب الناس ليهم في برنامج كبير ويتفرجوا فيه. برشا ناس كان لها برشا مخاطر عليهم، برشا من بيت فضح وخسر وجهه وكرامته ودم المجتمع، وبرشا منهم يروح ضحية التنمر والعنصرية. عبد الرزاق على قد ما هو يبين حنين في طبعه لانه يبقى خبيث، معظم المسائل في البرنامج حساسة برشا ومش مناسبة للعائلة وتتعرض للنقد والسانسر. تأجيل مخوع عبد الرزاق هي استغلال الفئات المهمشة. معظم المنشطين يستضيفوا ممثلين واعلاميين مستانسين بالشهرة وتبعاتهم وداخلين مع التنمر والنقد، معظم الوقت يخبصوا عليها. بينما عبد الرزاق يجيب فئات مهمشة البرنامج شبه عائلي باش يفضحها تحت ذريعة اصلاح العلاقات. معظم الشخصيات اللي تحضر البرنامج ما ينفعها بشيء غير النقد والتنمر الحاصل في السوشيال ميديا. هم ناس بسطاء ما يقدروش يتأقلموا مع ذاك الشيء ولا يتحملوه، في الاخر يلقاو رواهم خارجين مشاكل اكبر بعد البرنامج. الاسلوب هذا تبعه منشط داخلي اللي هو على الشابي هو عبد الرزاق. على الشابي خرج لنا عام 2009 برنامج كوبيكو اللي مسامح كريم. عندي ما نقول لك هو زاد تعرف في تونس مده قصيره ولا ينافس مسامح كريم. الاختلاف الجذري في البرنامج انه اسلوب على الشابي كوميدي، خاصه الحلقه نتاع الهادي جباره. حشتيش بيه؟ متأكدة؟ متأكدة. سيريو راه عندك زوج صغيرات. حشتيش بيه؟ بنية عمرها 3 أيام، بنية عمرها 3 أيام وبنية عمرها مش يصرف عليهم جملة واحدة. بعث لي المرة الأولى 50 والمرة الثانية 60 والمرة الثالثة 50. علاش باش نكذب عليها؟ شنو يعمل؟ جا ربي يقول لي 50 شنو باش تعمل؟ الحمد لله خواتي هما اللي يصرفوا عليا، خويا هو اللي قايم بكل شيء. الحمد لله يا ربي. كان ما جاش خويا ذي راني ضاعت بالرسمي، راني ضاعت. خميس جايب زوز بنات. المرأة هذه تقول ما حاجتهاش بيك ما عينهاش بيك. شو هو بعد ما خرجتني من المسؤولية الكبيرة وحكمت علي خدمت بالنهار ومشيت نخدم بالنهار. شنو مسؤولية كبيرة؟ شكون قال لي بري نخدم بالنهار؟ انت قلت لي بري نخدم بالنهار، راني نخدم بالنهار. انا حواليت. ايوه خاطر كان فلاح ولا يخدم رميش على خاطر. كنت فلاح على كنت خدم في 4 عيل، كنت خدم في 6 عيل. يخرج البرنامج ويسمع. برنامج على يخرج يسمع. شنو عليه؟ شنو؟ اش قال؟ يخرج يسأل يا جماعة اخرج. والله يا بلادي ساعة لا يخرج يسأل على راه. باهي اوكي تو نخرج. سيري ليك يا مدام. لا باش ننهي الموضوع. باش تروح لدارك ترجع لراجلك وين؟ اسمعي بشوية خميس. بلا ساعة لحظة. في العرس جبتك الدلاع قد شو؟ انا دلاع يا ولدي. انا دلاع يا راجل اسكت. نخدم بالنهار رديتيني نخدم بالنهار. نخدم بالنهار سخاف روحك عبد. سخاف روحك عبد. هنا هزيتك راسك وجبت. عيب واحد يخدم في النهار، ثاني نخدم في النهار. هاي تو ساعة على شبعت وليت بالنهار ناي وما عنديش 25 مليون وما عنديش 10 ملايين، هبلتني. حل عليه الستار ولا؟ ليه ما عادش حل عليه؟ علاش باش نحل عليه؟ بكل مستحيل. شكرا لك مدام. انت هلا لا يردك. الله يجيب خبرك. ساعة لا يخرج معايا ريت صحابي الفلاحة. اسمع خميس، انا ما جبتكش لهنا باش تدعي على عباد، ما جبتكش لهنا باش تحكم وتأمر وتحكم بأحكامك. ساعة ليه؟ شو اللي تقول فيه هذا؟ ساعة ليه؟ شو اللي تقول فيه؟ نقول شو تقولها برا لا يردك؟ هاي شو لا ريت كلام هذا لا ريت عليه. انا ترهنت عند كيفاش
وبعد عندي ما نقول لك زاد مرة أخرى جابوا كرونيكور برنامج جديد استحاث من عبارته، سكر البرنامج، والهدف البرنامج هذا كلا كف ما كانش متوقعه من بقية الكرونيكورات. مرحبا بيك يعني. اهلا وسهلا لاباس. مرحبا. ربي سامحني. تفضل. نحب نفهم حاجه. اتفضل. هذا معنا شو اللي عملته بيديك يعني انت؟ هذا شو هذا؟ معناه هذا شكون هذا؟ ما تعملش بيديك الاشاره هذيك مش في بلاصتها. علاش فيها شيء؟ شو معناتها هذا؟ ساعات نقول انا اسمه الهادي بن جبارة. استنى انا كي نحكي على روحي نقول انا هذا مواطن. انا جبت كرونيكور مواطن. شنو سامحني لا سامحني سامحني مش بلاصتو. عليه دقيقه مش بلاصتو سامحني يقعد في الببليك معاك هذيك كي مش بلاصتو كي تبدا في داركم. لا في داري في دارك هذاك رايك. دقيقة أنا عندي برنامج نجيب فيه في داري ندخلوا لداري مرحبا بيه ما يقلقنيش. أما كي نعمل بلاتو تيلي سامحني نحطوا مع الببليك. لا أنا نحطه لهنا في الطاولة نتاع الكرونيكور هادي. مرحبا بيك هادي بلاصتك ولا مش بلاصتك؟ شو هادي؟ لا عاد مع برنامج عندما نقول كم هذا الشاب يفضح في العباد في برنامج جديد على موزايك فهم سرك في بير. فارق الموضوع على ذمتكم الاتصال بنا مباشرة الآن في برنامج سرك في بير، وبإمكانكم طبعا تأكيد المشاركة، فما حتى مشكلة. واحنا في الاستوديو راهو تنجموا تطلبوا، مش وقت اللي نخرج انا من الاستوديو تطلبوا، لا تطلبوا وقت اللي احنا نبداو ديجا في الاستوديو. من توا تأكدوا المشاركة نتاعكم، مش وقت اللي نحطوا غناية وإلا كذا، هذا جوست رفع الالتباس. يلا يظهر لي تليفون جاهز. له مساء الخير. نحكيو على البرامج الكوميدية في تونس. أول حاجة باش تجي في بالك لاباس أمور جدية. اللي قدم هالبرنامج هذا كان نوفل الورتيني خرج بحاجة جديدة في البرنامج اللي خدم فيه، الكوميديا الهزلية في المقابلات نتاعو والسكتشات للبرنامج. يعتمد نوفل الورتيني على الكوميديا في معظم أعماله. في برنامج لاباس برغم إنه برنامج كان يستضيف شخصيات سياسية وممثلين كبار وأدباء وغيره، لأنه نوفل كان قادر يدخل الكوميديا في هذه المقابلات. قدم وليد النهدي كي تعمل بونت اكتب من لوطة هذا الفنان لا يمت للواقع بسيلة. ستاجير حش. وليد مرحبا بك. مرحبا. وليد ما تحسش كان مساطة جات راجل راهي تعيط لك يا عشيري؟ عندك برشا مساطة راهو. انت عندك شويه مساطة زاد انت. كي تحكي لا ساعة كي تحكي نحي اللونات خاطر حد ما يعرفك. لا الاستراتيجية اللي ماخوها نوفل للكوميديا الهزلي، حتى لو كان ما عجبكش موضوع الحلقة ولا الشخصية اللي قبلها نوفل، إلا انك باش تقعد تتفرج وتستنى في السكتش اللي باش يجي بعدها، خاصة انه نوفل حاول تروح باغلب الكوميديين ناجحين في تونس كيما كريم الغربي، بسام الحمراوي وسيمي قال. اقوى حلقة عملها نوفل الورتاني كانت مع الاسطورة احمد ساتور. مرحبا سيد احمد. مرحبا بك. مرحبا بك جمهور راح يسألك. تفضل. يا ستي شنو احوالك سيد احمد؟ الحمد لله. بفسر لنا انت تعيش في بوسالم، جيتنا من بوسالم. مرحبا بك. علاش يعيطوا لك ساتور ساعه؟ فسرها لي. علاقه بخدمتك؟ لا علاقه بالخدمه نتاعي. الخدمه نتاعك معناتها كنت قبل زازار؟ كنت زازار. معناتها مثلا كان جيت بوستاجي يسميوك تمبري. لا ديما ساتور. ديما ساتور. باهي انت فينومين معناتها على الفيسبوك ونجم على الفيسبوك والدليل اخضر الشباب الكل. تو هذيك قالت لي انا ما نخرج الصباح الا ما نتفرج في احمد ساتور. معناتها لو كان كيفاش تنجم تعرف روحك حتى في فرنسا في امريكا كلهم يعرفوا احمد ساتور. الكلهم يعرفوا احمد ساتور. خاطر عليه صارت لي برشا كوارث. كلمك اوباما مره بالحق؟ كلمني اوباما واستدعاني لعيد ميلاد ولده. عيد ميلاد ولده. هو عنده بنات. ولده في الاحرام خاطر هو عنده بنات. هكاك. اي فوالا. هو اوباما جايب وليد في السر. باهي كيفاش نجم تعرف روحك في كلمتين؟ شكون احمد ساتور؟ معناتها اللي يتفرج فيك وما يعرفكش ولو انه قله، معناتها العالم الكل يعرفك، اما كيفاش نجم تعرف روحك؟ الحاجه اللي خلات نوفل الورتاني ما عادش ناجح كيما قبل انه بقى يعاود ويكرر في نفس البرامج. السيد ترقد وتفيق تلقاه عمل برنامج جديد اسمه لاباس وما يكونش بنفس مستوى، ويزيدوا انه معظم البرامج ولا تعمل كيف وتجيب سكتشات هزليه طول الحلقه باش الناس تكمل تتفرج، وذاك اللي خلاه ما عادش مطلوب برشا.
السنين الاخر كيما كل عام يصير برشا حدث في تونس يعملوا البوز والناس كل تحكي عليهم سواء كان شيء يستاهل ولا لا. فما ميزه ولا ديما تتقال اللي يعمل بوز في السوشيال ميديا. وغدو نشوفوا عند هادي زعيم. هادي زعيم واحد من انجح المنشطين من السنين الاخرى والقليل اللي مازال البرنامج ما يجي في المشاهدات على عكس برشا اخرين كما نوفل. اما شنو الحاجه اللي خلت هادي زعيم الناس كل طلع عليه الميم هادي؟ كي بدات من اسلوب هادي اللي ما يتغيرش في معظم البرامج يوافي 360 درجه اللي بعد حوالي 90 دقيقه ولا تبسم الفهري ولا حتى في بودكاست نتاعو على اليوتيوب. هادي كان ديما متبع استراتيجيه تبع الترند. اي شخصيه تعمل الترند في تونس يحكوا لها الناس مهما كان اللي تعمل فيه باش تلقاه في جمعه ولا جمعتين مع هادي. الشيء هذا يمكن تعلمه من 360 درجه اللي كان برنامج يجيب فيه هادي اهم المواضيع والاحداث اللي صارت في اخر جمعه. وبالطريقه هذا البرنامج نادي رضا الجمهور ووقتها نجم نقول انه هادي كان في القمه نتاعو. على عكس تو البرنامج وقتها كان ثقافي اقل من ساعه ونص اللي قصد لك اهم الاخبار ويجيب لك برشا مواضيع وشخصيات ما كنتش متلفت لها ويدخلك العالم. هو البرنامج كامل في شيء هذاك حتى بعد ما تبدل الاسم ل 90 دقيقه. مع دخول هادي كمنشط في برنامج فكره سامي الفهري بدات تظهر العيوب اللي ما كانش هادي يظهرها في 90 دقيقه. هادي ولي يحاول يكون كوميدي وياخذ طابع هزلي. الشيء هذاك ما كانش مويته مع الشخصيه. هو منشط في مواضيع ثقافيه وجديه معتبر ممتاز. اما هو مرات يكثرها بالانبساط والشخصيات التافهه كما حلقه مثلي فلوج اللي كانت تعتبر كرنجي. من ابطال مسلسل فلوجة نستقبلهم بحب كبير فارس إمينيم سارة جاي. مشى وينهم ما ندروش خصوصو بيكش نحوالي. مرحبا بكم. جيتوني تشبهوا شوية للشخصيات بتاعكم ليدي جاجا وإمينيم. فارس انت مغروم بإمينيم؟ نيكو إمينيم سخفني. عام تالي يخرج هاد زعيم مشروع جديد بودكاست على اليوتيوب اسمه انعكاس. المشروع رجع به هاد الايامات 360 درجه لكن هذه المره بمجهود فردي ويركز على شخصيه واحده في كل حلقه. برنامج ممتاز كبودكاست. هذا يستقبل ضيوف يحكي على حياتهم واعمالهم وتجاربهم من غير ما يدخل فيها طابع هزلي ماس. ساعات يجيب شخصيات من منها فايده برك باش يعمل بها البوز. واقوى مثال على هذه حلقه ماليكوس. اخي قلت لازمني نجيب فكره باش نخلي المشاهدات نتاعي في ال500 في ال1000. ما كانش في بالي اللي باش تتحول حياتي جمله. قلت لهم غدوه نرجع لهم نحل لايف. انا المطور الرسمي لشركه جارينا. وانت لا مطور رسمي ولا لا مطور شيء من الاول. انت كذبت. حتى الكذبه انا عايش الدور. وليت عايش الدور. كي نخرج للشارع وليت مطور. فتني برشا. كيفاش فتك؟ العباد تبقى تسال مطور ولا مش مطور وانا نعرف روحي في الحقيقه. انت تويكا حلمك انك تولي مطور غادي؟ في الوقت الحالي ما عادش حلمي تو اللي مطور. خاطر انا الحاجات اللي استمتع بهم المطور انا ديجا عندي تو. عندك ما يثبت العلاقة المباشرة مع الشركة ولا ليه؟ أنا البارح ليلة كاملة مع جارينا نحكي عليك أنت معاهم. شنو قالوا لك؟ قالوا لي راهو ما عندوش علاقة رسمية بالشركة. نجي في المعلومات. نعرف برشا حاجات. كيفاش تعرف اللي كلمني هو البارح في الليل؟ هذه معلومة ما يعرفها حد. يسبوني اليوتيوبرات الكل، فماش يوتيوبر ما سبنيش. نجي لوحش الشاسي سمير الوفي باش نلقاو حاجه ماهيش موجوده في المنشطين الاخرين واللي هي المشاكل. على عكس المنشطين الاخرين الدم يحاول يبدو على المشاكل في برامجهم. سمير تعرف بالعكس ثماش برنامج ما خدمش فيه سمير الا صارت فيه مشكله بين الضيوف. سمير كمنشط دم يحاول يجيب مواضيع حساسه في المجتمع واللي تلقى نقد كبير. وحتى في مقابلات مع الضيوف دم تلقاه يحاول يهجم على الضيف ويخرج اخي ما فيه. والصفه هذه ظهرت في برنامج الصراحه راح لا ابدا. اغلب زملائك حطيتهم في الكاسيت ونقدتهم. لا ابدا. وتهكمت عليهم. لا ابدا. انا في 32 جويلية عملت البرسوناج وقتها نتاع حبوبه نتاع لطفي بوشناق نتاع امينه فاخت، ولكن بطريقه ذكيه وبطريقه فيها حكايه وبطريقه نقديه مش انتقاديه مش سخريه في الشخص. وسمير كيف وكيف اي منشط يحاول يجذب الجمهور باي طريقه لانه اختار طريقه خبيثه برشا يجذبهم واللي هي مواضيع الحساسه والمقابلات المشحونه بالعرق. يعني سمير في معظم حلقاته تلقاه ديما جايب شخصيات مضاده كيما الزيت والماء ما يمكنش يتخلطوا ويبدا يسال فيهم في اسئله مشحونه وهجوميه ويحاول بطريقه خفيه انه يخلي ما بيناتهم مشكله. وهذا باش تلقاه خاصه في برنامج من يجرؤ فقط. خلينا نسمعوا موقف النقابه. الموقف الرسمي نتاع النقابه. احنا موقف الرسمي نتاع النقابه واضح. قبل كل شيء وقع شطب اسم محسن الشريف من المخرطين تاع النقابه. ثانيا وقعت مراسله رسميه. يضحك عليك. خليه يضحك. اخزر.
اخزر. إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. أضحك على رواحتك. بارك الله فيك سي. وتسامحني أنت توكي تضحك. أنا جاي محترمك أما جكرا باش نسمعك الكلام. بارك الله تفضل. لا شو تفضل أنت الشيب والعيد تضحك. الشيب والعيد تضحك تمشي لإسرائيل. بارك الله فيك. هاي صحة على خير. استنى يا سي مقداد. لا لا يا سي مقداد. يا سي مقداد.